الرحمن الرحيم. طبعا، بالنسبة للناس اللي عمالة تفتي في الفيس وعايز تحول الفيس بتاعك دارك وكده. ف سيب 10 كومنتات وهتلاقي مش عارف ايه وهيقلب لوحده والجو ده كله. تمام، طبعا كل ده كلام في الفاضي وكل ده ايه يعني. كله عايز ايه لما يعني تفاعل. المهم، فان شاء الله انا هشرح لكم سريعا الطريقة ازاي اجيب الفيس الدارك والماسنجر. فتابعوا معايا. طبعا ده الفيس بتاعي دارك زي ما انتم شايفين. تمام. عندنا كمان الماسنجر عندي برضه زي ما انتم شايفين. عندنا انا بستعمل كل حاجه دارك اساسا. برضه اليوتيوب عندي دارك. فالمهم، طبعا، الفيس عشان نحمله في الدارك بتاعه، طبعا هتلغي الفيس اللي عندك نهائي. هو ملوش علاقة ولا سبت كومنتات ولا مش كومنتات. طبعا عمرك ما هيتحول للدارك مود يعني. ف هتبدأ كالتالي. هتخش على اللينك اللي انا هسيبه فوق في الشرح. تمام، او هسيبه طبعا في الديسكريبشن يعني في الوصف. فطبعا هتخش على اللينك. طبعا هيبقى مختصر. فنخش على اللينك. نضغط على اللينك. طبعا هيحمل معانا الصفحة او سهل. طبعا هيظهر لي زي ما احنا شايفين الصفحة دي في الجيتس يو ار ال. فهنضغط على اناليست روبوت. هيجيب لك الاختبار او هيعمل لك علامة صح على طول. تك ارسال. طبعا هيفتح معايا صفحة اعلانات تانية. فهنشوف الصفحات ونرجع للصفحة الاساسية بتاعتنا ونعمل تجاهل الاعلان. هيظهر معايا برضو صفحة اعلانات. هنتجاهلها. بس بعد كده هنرجع للصفحة الأساسية بتاعتنا. هنلاقي جاب لنا الشكل ايه بتاع الصفحة الأساسية بتاعة الفيس دارك على طول. تمام. الفيسبوك بلاك. تمام. هننزله. هنتك تنزيل. طبعا هو حجمه زي ما احنا شايفين 113 ميجا. هنمسح الفيس ده او ابلكيشن الفيس اللي احنا منزلينه من على جوجل بلاي. هنمسحه من عندنا خالص. هنلغي التثبيت بتاعه. بعد كده هننزل الفيس. طبعا هو هيبدأ ينزل معاك. انت مجرد ما تكتب تنزيل هو هينزل. بعد ما ينزل هنروح للتنزيلات او للفايل. تمام. بس انا عندي يعني في التليفون التنزيلات على طول بيبقى موجود فيها الحاجة اللي نزلتها. هتلاقي عندك في الاول خالص. ف يعني اتك عليه وبعد كده ابدأ ثبته. تمام. هتك عليه ويضغط تثبيت وبعد كده هيتفتح عادي. تمام. مجرد ما يفتح معاك عادي هتبدأ هتضغط على الابليكيشن. هتلاقي طبعا بيطلب منك تسجيل الدخول. هتسجل الدخول عادي خالص زيه زي الفيسبوك العادي جدا. هو مفيهوش اي حاجة. بعد كده هتبدأ تستمتع بقى يعني بكل المميزات بتاعه. صراحة هو جميل جدا يعني. كويس جدا الستايل بتاعه. طبعا الدارك مفيد في الشكل وفي الحماية للعين يعني مفيد جدا. طيب بالنسبة بقى للمازنجر هنعمل ايه؟ المازنجر طبعا امره سهل جدا. مجرد بس المازنجر العادي اللي عندك هو طبعا يعني في مازنجر برضو دارك. هو لو دخلت هنا هيقول لك انستول. طبعا فاحنا ايه يعني بلاش. تمام، ما تنزلش الماسنجر الدارك بتاعه. في الماسنجر العادي بتاعك خالص هتخش على اي محادثة مع واحد صاحبك. هتخش هنا على الايموجن. هنيجي هنا. تمام. في الاشكال العاديه بتاعتنا خالص هتروح للمكان اللي بيبقى فيه اللي هو القمر اللي هتنزل. القمر ده بيبقى موجود. شكل الحيوانات دي هتلاقي تحت موجود القمر. تمام. مجرد ما هتبعت الهلال هتضغط على الهلال. الهلال ده هتضغط عليه هتبعته للشخص. تمام. في المحادثة. بعد كده هتطلع من الحساب بتاعك. هتخش على الصفحة الأساسية بتاعتك. هتلاقي ظهر لك الوضع المظلم. تمام. هتفعله. خلاص كده مبروك عليك. فعلت الايه الدارك مود وبقى كله معاك. تمام. عندنا تاني. يبقى كده وصلنا لطريقة تفعيل الفيس وماسنجر مع بعض. الدارك
واتمنى الطريقة تكون عجبتكم، وطبعا ما تنساش الشير واللايك، وان شاء الله اللينك الابليكيشن هتلاقيه موجود فوق في الوصف بتاع الفيديو. وربنا يعني ينفع بينا يعني دايما. يعني ده كان شرح بسيط وسريع للي عايز يغير للدارك بتاعه، للفيس بتاعه يعني. ويعني لو عجبك طبعا ما تنساش اللايك وتعمل شير ومع اصحابك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.